اخواتي اخواني النواب السلام عليكم. احنا ما فهمناش يعني الجرأة والشجاعة الحكومة هذه اللي جابت هذا المشروع نتاع القانون، هذا المشروع التقهقري الهمجي التفكيكي الشعبي واللا وطني. وزيد على هذا المادة 53 تاع القانون المالية التكميلي، المؤسسات العمومية، ممتلكات العمومية درجتوا مادة باش تبيعوها للغرشية. المادة 66 حابين تفتحوا راس المال للمؤسسات اللي بقات، نسيتوا بلي راكم شردتوا الالاف والالاف نتاع العمال، نسيتوا بلي راكم سحرتوا النسيج الاقتصادي، بعتوا المراكب تاع الحجار، اعطيتوه كل التدعيمات، غادر وخلى لكم فاتوره تاع $1,000,000، بعتوا الفير سان كوبان الولد الحفيد الكولون، بعتوا صوفاس المالابيز تبسه، بعتوا فرتيال، بعتوا المينا الجزائر دبي بورورد بعتوه له ب $16,000,000 وعقد امتياز كونسيسيون 30 سنه، في عام واحد دار $130,000,000 تاع ارباح. وين رايحين؟ هذا القانون ماهوش المشروع تاع الحكومه، هذا القانون مشروع تاع الاوليغارشيه، هذا القانون فيه البصمه تاع الاوليغارشيه، هذا القانون تاع المفترسين حابين تبيعوا تسحروا كل شيء، هذا القانون ونقولها بكل شجاعه، هذا القانون تاع المفترسين اللي على راسهم علي حداد. كما قالها الرئيس بوتفليقه كان زمان قال كلمه مشهوره، قال ارفع راس كبا وصحح الاقتصاد وجاب مواد سياديه في القانون الماليه التكميلي 2009 و2010، حق الشفعه القاعده 49 51 لحمايه المنتوج الوطني. ولكن هذا القانون جيتوا باش تلغيوا كل المواد، وكما قالها الرئيس ارفع راسك هبا. اسمحوا لي اخواتي اخواني، اسمحوا لي على العباره، جبتوا لنا قانون نحي سروالك هبا. ونشكر اللجنه.